حكاية قديمة قوي شبه اللي بنعيشها اليومين دول. حكاية بطل لا كان عنده صواريخ باليستية ولا حتى عنده حلفاء، عنده حاجة واحدة بس، قلبه وسيفه ووجعه. اسمه ايه؟ مش مهم، الزمان مش فارق، طب المكان؟ اي حتة اتسحلت واتدهست واتخانت كمان. الراجل ده لما الاحتلال دخل بلده ما سابش ايده في جيوبه ويقول انا مالي، ما عملش حتى اجتماع طارئ مع نفسه وقال لك نستنكر، ولا نزل بوست على الحيطة وقال لك حزين جدا. لا، مسك سيفه وراح لوحده في وقت الناس كانت بتدور على اي مخرج غير الكرامه. اول طلعه ليه كسر خطوط العدو، كانت نايمه، احيا قلوب كانت ماتت من زمان، وكل الناس بقت تقول اسمه في السر. ان في العلن كانوا بيقولوا عليه متطرف، يهدد السلم، بيتسبب في تصعيد، وكأن القهر اللي عاشوه قبل كده كان لعب عيال. بس بطلنا كمل، ما هموش. جه وقت الجد وبطلنا دخل معركة فاصلة، وقف قدام جيوش هو ومعاه كام واحد معدودين على الصوابع، وكان متفائل جدا لانه كان فاكر ان في حد جاي، حد وعد، حد كان بيقول في ظهره. لكن لما بص وراه ملقاش غير الهوا. البطل اتضرب، وقع، اتسحب، واتعذب واتقطع كمان، لكن حتى لحظة موته ما صرخش وقال حد ينقذني. صرخ بس بكلمة واحدة: حرية. بس الحرية كانت وقتها عاملة زي صاحبك اللي بيتكلموا على الواتس يشوف الرسائل وما بيردش. وبعد ما مات الناس رجعت تقول اسمه تاني، رجعت تبكي، رجعت تلبس صورته على التيشيرت. بس هو مش محتاج تأييدكم دلوقتي، هو كان محتاجه وقت ما طلبه. ويليام والاس كان محارب اسكتلندي حقيقي، عاش في القرن ال13، وتحديدا اتولد حوالي 1270، وكان واحد من اهم رموز المقاومه ضد الاحتلال الانجليزي لاسكتلندا. سنه 1297 ويليام والاس قاد تمرد ضد الانجليز وانتصر في معركة ستارلينج بريدج، وده كان نصر كبير جدا للاسكتلنديين. بعد النصر تم تعيينه حامل المملكة، ذا جارديان اوف سكوتلاند، كأنه بعد كده خسر في معركة قدام جنود الملك ادوارد الاول سنة 1298. والاس اختفى فترة، بعد كده اتقبض عليه سنة 1305 واتحاكم واتعدم بطريقة بشعة جدا، اتسحب واتشنى واتقطع جسمه لأجزاء. ويليام والاس كان راجل بسيط جدا، كان ممكن يقضي حياته كفلاح أو يصطاد سمك أو يرعى غنم، لكن لأ، لما شاف بلده تحت الاحتلال والأطفال وهم بيكبروا تحت السيف، المية بتتشرب بالقهر، ساعتها قرر إن هو يقوم. بس الغريب مش إنه قام، الغريب إن هو قام لوحده. المشكلة كانت في الناس اللي كانت شايفة وساكتة، أو اللي يقولوا إحنا معاك. أول ما تبدأ المعركة تلاقيهم اختفوا، وبعضهم للأسف رايحين قاعدين مع العدو على طاولة واحدة وبيضحكوا ويقولوا إحنا بنحافظ على مصالحنا.